تعالوا نرجع بالزمن لورا لوقت كان فيه الإسلام بينتشر بسرعة شديدة، وكانت الدنيا بتتغير قدام عيون الناس. وفي وسط كل الأحداث دي ظهر قائد مسلم مختلف عن أي حد تاني، راجل اتحدى كل الصعوبات حتى وهو في السبعينات من عمره، لدرجة إنه كان بيفكر يفتح أوروبا كلها. القائد المسلم موسى بن النصير اللي حول حلمه الحقيقة وتحدى إعاقته لأنه كان أعرج. قصته مش بس قصة انتصارات ومعارك، دي قصة إرادة وهمة عالية ملهاش زي. موسى بن النصير اتولد أعرج سنة 19 هجرية أو 640 ميلادية. اتولد في قرية صغيرة في شمال فلسطين اسمها كفر مترا. وقتها كان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. موسى من صغره اتعلم الكتابة وحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وكمان كان بينظم الشعر. موسى قدر يتدرج لحد ما بقى قائد شاطر وتقي، ربنا سبب به الإسلام في مناطق واسعة، وكان من التابعين وسمع من الصحابة زي تميم الداري رضي الله عنه. أما أبوه كان نصير بن عبد الرحمن بن يزيد، حضر معركة اليرموك اللي بقت علامة في التاريخ، وكان ليه مكانة كبيرة عند سيدنا معاوية بن أبي سفيان، ووصل لدرجة إنه كان رئيس الشرطة في عهد سيدنا معاوية، وده لما كان سيدنا معاوية والي على الشام في عهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله عنهما. وحتى أم موسى كان ليها قصة كبيرة في الشجاعة، حضرت معركة اليرموك مع جوزها وأبوه، ولما حصل إن المسلمين تراجعوا في المعركة شافت رجل من الكفار بيقصر واحد من المسلمين، فمسكت عمود الخيمة وضربته على دماغه، وبعدها أخدت سلاحه بمساعدة الراجل اللي أنقذته. من أبوين زي دول خرج موسى بن النصير اللي اتربى وسط القادة وعاش قريب من بيت الخلافة مع أولاد معاوية. اتربى موسى بن النصير على حب الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام، ولما كبر بقى شاب يافع اتقلد الرتب والمناصب لحد ما بقى مسؤول عن الخراج في البصرة، وبعدين تولى قيادة جيش البحر وغزا قبرص في عهد سيدنا معاوية. بعد كده تولى إمارة إفريقية والمغرب، وده كان في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 89 هجرية. موسى بن النصير كان فاتح شمال إفريقيا والأندلس، واللي مش سهل إنه يقود الجيوش ويحارب وهو أعرج، ومع ذلك فضل يحارب لحد ما وصل ل 75 سنة، ومفيش معركة دخلها إلا وكسبها. وكان دايما يقول: لو أطاعني الناس لفتحت روما. الناحية التانية القسطنطينية كانت استعصت على المسلمين، وكذا مرة جيوش الدولة الأموية راحت هناك وحصرتها وما قدرتش تفتحها، وده اتكلمنا عنه في حلقة مسلمة بن عبد الملك أو خالد بن الوليد الثاني. هسيب لكم لينك الحلقة في التعليقات. هنا موسى بن نصير فكر بعد فتح الأندلس إنه يكمل ويفتح كل بلاد أوروبا، يبدأ بفرنسا وإيطاليا لحد ما يوصل لروما، وبعدها يتوغل في أوروبا لحد ما يفتح القسطنطينية من الجانب الغربي. شيخ كبير وأعرج ومع ذلك بيحارب بنفسه، بيفتح المدينة ورا التانية. أي همة كانت عند راجل في السبعينات من عمره. موسى بن نصير اللي بدأ فتح شمال أفريقيا بعد ما عدى 60 سنة، وفتح الأندلس وهو عنده 75 سنة. وأثناء ما كان بيفكر في الفتح جاله رسول من طارق بن زياد، واللي كان والي طنجة، بيبلغه إن يوليان حاكم سبتة عرض عليه عونه في فتح الأندلس. الوضع في الأندلس ما كانش كويس. لزريق ملك القوط اللي كانوا محتلين الأندلس في الوقت ده كان بيواجه ثورات داخلية، وده هيئ الأمور لفتح الأندلس بمساعدة يوليان ابن أخوه اللي كان عايز يستعيد حكم أبوه مرة تانية. يوليان قدم السفن اللازمة لنقل الجنود المسلمين للأندلس، وموسى بعت الخليفة الوليد بن عبد الملك يستشيره. الوليد رد عليه وقال له: خدها أولا بالسرايا، وده حتى ترى وتختبر شأنها، ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. موسى سمع كلامه وبعت سرية بقيادة واحد اسمه مالك بن طريف. السرية وصلت لمدينة فرنسية اسمها أربونة، موجودة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وده كان بداية لتأسيس نواة لمقاطعة إسلامية تكون منطلق لفتح أوروبا. موسى كان مستعد يعبر لفرنسا ويبدأ الفتح، طبعا ده بعد ما أخضع أراضي كتير في الأندلس. لكن الوليد بن عبد الملك بعت له رسالة وأمره يروح لدمشق مع قائده طارق بن زياد. القرار ده كان غريب ومحزن لموسى، لكنه ما كانش قدامه غير الطاعة. الوليد بن عبد الملك كان خايف على جيش المسلمين من المهلكة، وطلب عودتهم للتشاور في موضوع فتح غرب أوروبا. موسى سمع الكلام ووصل دمشق، والوليد بن عبد الملك يستقبله استقبال الفاتحين. الوليد كان مريض، ولكنه تحامل على نفسه علشان يقابل الفاتح العظيم موسى بن نصير. ولكن بعد 3 أيام يموت الوليد بن عبد الملك، ويجي من بعده أخوه سليمان بن عبد الملك، واللي بشكل غريب يؤمر بسجن موسى بن نصير وطارق بن زياد. سليمان بن عبد الملك كان خايف لو موسى رجع الأندلس ينفرد بيها، عشان الأندلس كانت بعيدة عن عاصمة الخلافة، وكمان سليمان كان لسه جديد في حكم الدولة الإسلامية وعايز أطراف الدولة تبقى تحت حكم رجالته مش رجالة أخوه. ده غير إن موسى كان بيدين للولاء لعبد العزيز بن مروان أخو الخليفة عبد الملك بن مروان، واللي كان هيبقى ولي العهد بعد أخوه، ولكنها راحت للوليد بن عبد الملك، وبالمناسبة يبقى أبو الخليفة عمر بن عبد العزيز.
موسى بن النصير كان بيعاني في السجن لحد ما شفاعة يزيد بن المهلب أنقذته، ويخرج موسى من السجن ويبدأ يفكر في أداء فريضة الحج، وده بعد سنين طويلة قضاها في الجهاد في سبيل الله. وفي طريقه للحج موسى بن النصير دعا وقال: اللهم إن كنت تريد لي الحياة فأعدني إلى أرض الجهاد وأمتني على الشهادة، وإن كنت تريد لي غير ذلك فأمتني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الحج وفي طريق العودة يموت موسى بن نصير في المدينة المنورة ويدفن جنب الصحابة، وبكده تكون انتهت رحلة موسى بن نصير القائد اللي عمره ما استسلم ولا تراجع رغم كل التحديات اللي واجهته. قدم كتير للدين الإسلامي وفضل قلبه متعلق بربنا لآخر لحظة. حياته كانت مليانة شجاعة وإرادة، وموته كان في المدينة جنب سيدنا النبي. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. دعمكم مهم جدا لينا.